هوعدك ان بعد الفيديو ده مش هتضطر انك توصل للمنظر ده علشان تحل مشكلة تأخير الغيار بتاع الفتيس. يعني عربيتك بتأخر في الغيار، بتاخد الغيار بنتشة او برزعة، الغيار ما بيجيش اصلا. انا بوعدك بعد الفيديو ده مش هتوصل للمنظر ده، اقسم بالله. ليه؟ لانك بنسبة 80% عندك مشكلة في حاجة من اتنين. يا اما عندك انسداد في احد طقم السيلونايد فالف ده، في واحد من دول مسدود، فبالتالي ما بيفتحش مسار الزيت جوه الفالف بادي. يا اما انك عندك سدد في مسار او احد مسارات الزيت اللي موجوده جوه الفالف بادي. هم حاجه من الاتنين دول، نتيجه بقى تاخير في غيار الزيت، نتيجه وجود رايش جوه الفالف بادي، ايا كان. ولكن الطريقه التقليديه ان انا لازم افك المنظر ده، طلمبه الزيت والمجاميع، واطلع الفالف بادي علشان احل المشكله. طيب ايه رايك لو قلت لك ان في عبوه 150 مللي اسمها 20 اي تي من شركه ريزويل؟ العبوه دي هتتحط مع الزيت الجديد، يعني حضرتك هتغير الزيت وتستخدم العبوه دي مع الزيت الجديد. الاضافه دي اقسم بالله ما هتضطر توصل للمنظر ده، لانه بكل بساطه الاضافه دي هتدخل جوه الفالف بادي وجوه المسارات بتاعه الزيت، تنظف اي اتساخات او اي شوائب او رواسب موجوده جوه الفالف بادي. فبالتالي الفالف بادي او مسارات الزيت هتشتغل مرتاحه، وكمان طقم السيلونايد فالف هيفتح ويقفل، مش هيعلق على وضع ستاك كلوزد او ستاك اوبن، فبالتالي هيشتغل مرتاح. فلا هيبقى عندك مشكله تاخير غيار، ولا نتشه في الغيار، ولا اصل الغيار ما بيجيش، ولا اصل الغيار بيجي برزعه. مفيش الكلام ده. العبوه دي سعرها 750 جنيه، يعني بتمن لتر واحد زيت. انت عارف المنظر ده انت علشان توصل له هتدفع كام؟ في اقل عربيه كوري ما لا يقل عن 5 6000 جنيه. ده انا بكلمك في صيانات او مصنعيه، بس مصنعيه وزيت. انا هنا ما اتكلمتش بقى انك هتغير سيلمويد فالف، ما اتكلمتش انك هتغير فالف بادي، ما اتكلمتش في الكلام ده. احنا هنا هنخش بقى في 15 وفي 20000. انا بقول لك جرب العبوه دي ب 750 جنيه، وبيني وبينك ربنا. بس على كده، سلام.